مساء الخير رجالة تالتة إعدادي، أهلا بك يا عزيزي. النهاردة هنحل محافظة القليوبية. بيقولوا إنها جت رخمة شوية، تعال نشوف إيه الرخامة في كده. أول حاجة صح قبل ما أبدأ، لو أنت جاي وعندك نية مش هتمسك سؤال سؤال تفنط وتشوف الفكرة بتاعته، اقفل الفيديو اسمعها مني. لو ما عندكش النية دي إن إحنا مستعد تسمع كده تلت ساعة ولا نص ساعة اللي قدامك دي وتمسك معايا سؤال سؤال ونراجع كده، نجيب القديم بالجديد مراجعة سوا كده أنا وأنت، اقفل الفيديو أحسن. يلا يا سيدي نبدأ. أول حاجة بيقول لك هنمسكها سؤال سؤال. سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ساكن، أنا محفظك سرعة حاجة بالنسبة لحاجة سرعة نسبية. ماشي. في الشكل المقابل نوع، بص فضلت تتمشى 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 تتمشى، نفسها قصر، ما لحقتش توصل حتى، ما لحقتش ونفسها قصير، يبقى ده قصر النظر. ماشي. عدد الكروموسومات في المشيج نقط عدد الكروموسومات في الخلية الأم. في المشيج نص عدد الكروموسومات في الخلية الأم. تعال نحل المسألة دي فظيعة 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 فظيعة، عايزك تركز فيها لو سمحت. تحركت سيارة بسرعة منتظمة 20 متر كل ثانية لمدة 10 ثواني، يبقى السرعة بتاعت السيارة 20 لمدة 10 ثواني، يبقى دي السرعة الابتدائية اللي ماشية بيها لمدة 10 ثواني، ده الزمن. ثم ضغط اللي هي الدلتا زين، تغيير في زمن. ثم ضغط السائق على الفرامل معاك فتناقصت سرعتها بمعدل، يبقى دي عجلة، وطالما قال لي تناقصت يبقى عجلة سالبة، يبقى ده -2. احسب السرعة بعد مرور 3 ثواني. يعني عايز اجيب السرعة الايه؟ النهائية. يبقى تحركت سيارة بسرعة منتظمة 20 متر كل ثانية لمدة 10 ثواني، يعني هي فضلت ماشية يا مستر 20 متر لكل ثانية، دي سرعتها، تمام، لمدة 10 ثواني، ده الزمن بتاعتها. ثم ضغط السائق على الفرامل فقلت السرعة، فلما قلت السرعة قلت في خلال بعد مرور 3 ثواني، يبقى ال3 ثواني دول الدلتا زين. ماشي، عايزين نمسكها في سبورة فاضية كده لوحديها. تعال بص يا مستر، احنا قلنا الجسم بتاعي ماشي بسرعة مقدارها 20 متر لكل ثانية، حلو، في خلال 10 ثواني، حلو. ثم ضغط السائق على الفرامل عند النقطة دي فتناقصت سرعتها، حلو. يبقى دي السرعة الابتدائية اللي كانت ماشية بيها العربية، ودي السرعة النهائية اللي كانت ماشية بيها العربية. ماشي يا مستر، خلال زمن قد ايه تناقصت السرعة؟ خلال زمن 3 ثواني. اكيد الرقم ده مهم عشان الرقم ده بيعبر عن الدلتا زد. وقايل لك في المسألة تناقصت سرعتها والعجلة تساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. هو اتلخبط في النقطة دي، تناقصت يبقى -2. ماشي، أنا دلوقتي المطلوب مني أجيب عين 2، خدها مني قاعدة والحركة دي تحل بيها أي مسألة. لو أنا طلب منك وقال لك عايز العجلة وعين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين، هتعمل إيه؟ أنا عايز عين 2 لوحديها، تاخد اللي تحت في جروب واللي فوق في جروب. يبقى هعمل له إزاي؟ هقول له جيم، بلاش الجيم، بلاش الجيم، تعالى نبدأ من أول فوق عشان نبقى ماشيين بالترتيب، عشان دماغك تبقى ماشية متوازنة معايا. عين 2 ناقص عين 1 يساوي جيم في دلتا زال. وأبدأ أنا ككرولوس هعوض. عين 2 بكام؟ اي دونت نو، معرفش، ده دي اللي أنا عايز أحسبها. طب عين 1 بكام؟ ب20. حلو يا مستر. تساوي جيم، الجيم بكام؟ راحت فين الجيم؟ الجيم ب-2، الجيم ب-2. ماشي، في دلتا زال، دلتا زال فين؟ اهي 3 ثانية، في 3 ثانية. حلو، يبقى أنا عايز أجيب عين 2، يبقى عين 2 ناقص 20 تساوي -2 في 3 ب-6. طيب تمام، هتعمل إيه؟ هوديها الناحية التانية بعكس الإشارة. أنا شاكك في رقم 20، لا مظبوط، تمام. هنوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى عين 2 تساوي -6 زائد 20، هتساوي 14 إيه؟ متر لكل إيه؟ ثانية. تمام يا معلم؟ يبقى بتتحل بالمنظر ده. لو انت ما فهمتهاش عيدها مره كمان. انا اتخدت الجزء اللي فوق لوحده والجزء اللي تحت لوحده. امتى بتعمل كده اهو؟ بعمل كده اهو لما يطلب منك ايه؟ عين 2 لوحديها او عين 1 لوحديها. بعد كده عوضت عن عين 1 وعوضت عن الجيم وعوضت عن الدلتا زال. بعد ما عوضت عنهم ضربت ده ب-6، عايز اجيب عين 2، عايز اعرف عين 2 ناقص 20 تساوي -6، اوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. -6 زائد 20 طلعت ب 14 متر لكل ايه؟ ثانيه. ماشي، يطلع نرجع بمكاننا. يلا يا اختي اهو، احسب السرعه، حسبناها ب 14.
في الشكل نكتب هنا 14. ماشي. في الشكل المقابل جسم موضوع امام عدسه محدبه، وضع امامها من الجهه الاخرى مرايه مستويه، وعند النظر بداخل حط عينه في المرايه المستويه، عند النظر بداخل المراه وجد انه لم تتكون صوره. مفيش صوره تكونت. امتى الجسم ما يتكونش له صوره؟ هتقولي لما يكون محطوط عند البقره. اقول لك صح، بس في حته ناقصاك. ايه دي؟ ب البقره. يبقى الجسم وقف قريب جدا من العدسه فتتكونت له صوره خلف العدسه، خلف الجسم. فلما تكونت الصوره خلف الجسم ما بقاش في صوره هنا. ليه؟ اصل الجسم ده لو وقف بره شويه، بره البقره، كانت هتطلع صوره هنا اهو. هي دي صوره هنا اهو، والمرايه المستويه تطلع له صوره ثانيه هنا اهو. لكن الموضوع اللي حدث حاله مختلفه عن كده خالص. ايه اللي حدث؟ اللي حدث ان الجسم قرب جدا من العدسه فتكونت الصوره خلف الجسم، صوره تقديريه معتدله مكبره. ماشي. فلما الصوره اتكونت من ورا مفيش صوره اتكونت هنا، فمفيش صوره تظهر في المرايه. فهمتها يا ولا؟ يبقى وجد لم فسر ذلك. اقول له لان الصوره المتكونة، بسم الله عليك يا أختي، لأن الصورة المتكونة مالها حقيقية، مالها سوري مش صورة حقيقية، صورة تقديرية. احنا لسه قايلين تقديرية. صورة مالها صورة تقديرية معتدلة مش هزعلك، مكبرة. ماشي. في الشكل المقابل يعبر عن حركة الجسم من النقطة A للنقطة B. هذا السؤال فظيع. يعبر عن حركة الجسم من النقطة A رايح للنقطة A B. ماشي. مرة من النقطة B و C. احسب الإزاحة. بص يا معلم، الجسم مشي من عند النقطة A وراح للنقطة B وطلع للنقطة C ونزل للنقطة D. What you want؟ I want إزاحة. بدي إزاحة. عايزك تحسب الإزاحة. نسيت الإزاحة؟ أفكرك المحافظات القديمة، اسمع الفيديوهات القديمة عشان كله بيكمل بعضه. اسمع الإزاحة إيه هي؟ هي المسافة المقطوعة من نقطة البداية حتى نقطة النهاية في خط مستقيم. قولها ورايا. هي المسافة المقطوعة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية في خط مستقيم. من نقطة البداية عدى معايا 1 متر. حلو. يبقى أنا هنا هقول له 1 زائد إيه بقى الجزء ده؟ عايز ولد ذكي يرد عليا يقول لي من بي لسي نجيبها منين؟ إيه أخويا صديقي العزيز فيثاغورس. عمل ايه فيثاغورس؟ قال لك فيثاغورس لو عندك مثلث وعايز تعرف الضلع اللي ناقص ده بكام، تاخد كده اهو، تمسك الضلع ده والضلع ده، بنقول كده اهو اجزرهم بنقول من تحت لفوق، بنقول اربعهم واجمعهم واجزرهم. مره كمان اربعهم واجمعهم واجزرهم. همسك زي ما فيثاغورس علمني. هو يلا شوف عمو فيصل علمنا ايه. ادي اهو. هعمل ايه؟ هعمل جذر، جزرتهم، اجمعهم، اربعهم. مين ومين؟ الضلع ده والضلع ده. مين ومين يعني؟ 1 وهنا و1 هنا، يبقى زائد. تطلع معاك كلها لو حسبتها على الآلة هتطلع معاك 1 زائد جذر 2 بالمنظر ده. ما تستغربش عادي. طيب تمام. يبقى الإزاحة 1 زائد جذر 2 ايه؟ متر. ماشي. لازم تقول الاتجاه. ماشي من كده رايح هيك، احط مثلث هيك، رايح هيك. وين هذا؟ هذا في الشرق. طيب تمام. جدع بطوط. يلا يا سيدي يطلع شوف بيتكلم عن ايه. بيقول لي الشكل المقابل يمثل احدى اطوار الانقسام لخليه جسديه حيوانيه، فما اسم الطور الذي يليه؟ شوف الولد عايز يصيع بيك ازاي. فضل يغني وفي الاخر قال لك ما اسم الطور الذي يليه؟ انا ما بدي انا بدي اللي بعديه. عايز اللي بعديه يكون بكام يا مستر؟ مش عايز ده. طيب تمام. ده الطور الايه ده يا مستر؟ ده خط كده، يبقى ده الطور الاستوائي. طيب تمام. انا حلو. لذيذه عجبتني. الطور الاستوائي. ايه الطور اللي بعد الاستوائي؟ الطور اللي بعد الاستوائي الطور الانفصالي. ايه ده؟ حلو اللون ده. الطور الايه؟ الانفصالي. بص يا معلم، الاطوار
بنبدا اول حاجه بالطول البيني، وده ما يتعبرش معايا انقسام، مش انقسام، ده يا دوبك هو تمهيد. بعد كده بخش على الطول التمهيدي، بعد كده بخش على الطول الاستوائي، بعد كده الطول الانفصالي، بعد كده الطول النهائي. طيب تمام. بيني، خلينا نكتبهم هنا عشان تحفظهم. بيني، بعد البيني التمهيدي اللي هو لسه اختفاء النووية والغشاء النووي، تمام. وبعد التمهيدي، والدرس ده نازل لك مشروح على اليوتيوب، هسيب لك اللينك بتاعه تحت. بيني تمهيدي، بعد التمهيدي عندنا الاستوائي، بعد الاستوائي الانفصالي، ينفصلوا عن بعض، بعد الانفصالي النهائي. يلا اكتب المصطلح العلمي. يلا يا سيدي. نقطة في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها نقطة في باطن العدسة في قلب العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهيها، وجهي العدسة، وهي في منتصف المسافة بين الوجهين. النقطة دي اسمها ايه؟ اسمها المركز البصري. طيب بأمان هذا اللون عجبني. قوة مسؤولة عن بقاء كواكب النظام الشمسي في أفلاكها. مين القوة اللي مسؤولة اللي تخلي الكواكب كلها؟ قوة الجاذبية. قوة الجاذبية. وكل ما ببعد عن قوة الجاذبية، أول ما أبعد عن قوة الجاذبية وقوة الجاذبية بتاعتي تبعد، القوة تقل. أول ما أزود المسافة، لو أنا زودت المسافة وبعدت عنك خالص، والمسافة ما بيننا بعدت وبعدنا عن بعض، قوة الجاذبية بيننا تقل. كما قال رجل حكيم ذات مرة، قال لك اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. كل ما تبعد عني قوة الجاذبية تقل. فالكواكب بتاعتك، نجم الشمس بيدور حواليه 8 كواكب، مين أقرب الكواكب ليه؟ ده في قوة الجاذبية. ومين أضعف الكواكب؟ ده. فمين القوة اللي تحافظ على بقاء الكواكب كلها في الأفلاك بتاعتها وشدها ومسكها؟ قوة الجاذبية. منطقة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا. ايه النقطة اللي بتوصل ما بين الاتنين؟ بص يا معلم، احفظها. الخط اسمه كروماتيد، والنقطة اللي في النص اسمها، من اسمها كده، النقطة اللي في السنتر اسمها السنترومير. في السنترومير. ماشي. في الشكل المقابل جايب لك ولدين اهو، حسن وحسين. ماشي. في الشكل المقابل الكرة تبعد 50 متر عن اللاعب ماشي. والذي يجري بسرعة كذا، وتبعد 35 متر عن اللاعب بي، والذي يجري بسرعة كذا. أي اللاعبين يلحق السرعة؟ مش هنقعد بقى نجري وراهم بقى ونشوف هو حسن ولا حسين اللي جاب الكرة. ما هتعمل إيه؟ هجيب السرعة بتاعي ده وأجيب السرعة بتاعي ده. ماشي. ده بيتحرك بيقول لك الكرة تبعد 50 متر عن اللاعب الذي يجري بسرعة كذا 3 متر كل ثانية، وتبعد، يبقى اقف هنا، دي مسألة جديدة، وتبعد 35 متر عن اللاعب الذي يجري بسرعة كذا. معايا سرعة ومعايا مسافة، اجيب الزمن. يلا يا بيه احسب، يلا نحسب الزمن. بص يا سيدي، 50 متر خلال 3 متر كل ثانية، بدي احسب الزمن. هتقول له هيك: السرعة تساوي المسافة على الزمن. عايز الزمن، المسافة على السرعة. المسافة 50 على 3، والمسافة فين؟ هون 2 متر كل ثانية. طيب تمام. والمسافة 35، يبقى هنا أقول له 35 على كام؟ على الاتنين. وتمسك الآلة الحاسبة الحلوة بتاعتك دي وتقول له يلا يا عم الحاج، ادي اهو 50 على 3 تطلع بكام؟ هتطلع ب 16.6 الزمن بالثانية. طب وهنا 35 على الاتنين تطلع ب 17.5 ثانية. تقول لي يا مستر ايوه، اللاعب بي اكبر واللاعب اقل، يبقى بي هيوصل الاول. صفر يالا، صفر يا معلم. ليه؟ عشان انت هنا الزمن قليل. ولد واقف كده بيقول لي انا ذاكرت المنهج كله في 16 ساعة بس، والتاني ذاكره في 17 ساعة. يبقى مين اشطر؟ اللي ذاكره في 16 ساعة. مرة كمان لغاية ما تفهم. انا بقول لك انا مشيت من بيتنا، روحت من هنا، روحت لغايه البيت بتاعي في نص ساعه. جه اخويا قال لي انا مشيت من هنا روحت للبيت بتاعي في 3 ايام. يبقى مين اسرع؟ انا اسرع. اللي زمنه قليل اسرع. يبقى ده خد فيها 16 ثانيه، لكن ده 17 ثانيه. يبقى اكيد كان اسرع من بي.
موضحا طريقة الحل وضحناه عشان حسبنا سرعة ده وحسبنا سرعة ده. وكلما تكتبوا كده كلما قل الزمن زادت السرعة. ماشي يا مستر. قارن بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية من حيث إمكانية استقبالها على حائل وطريقة تكوينها وخواصها. الصورة الحقيقية يمكن استقبالها على حائل، لكن الصورة التقديرية لا يمكن استقبالها على حائل. طريقة تكوينها: الصورة الحقيقية تكونت من تلاقي الأشعة الضوئية، لكن الصورة التقديرية تكونت من تلاقي امتدادات، ولازم تقولوا امتدادات دي الأشعة الضوئية. ماشي. خواص الصورة: أي صورة حقيقية دايما مقلوب، وأي صورة تقديرية دايما معتدل. ماشي. سيارة تتحرك على طريق مستقيم مسافة 90 كيلو متر فتحس تقطع تلت المسافة. السؤال ده حلو جدا، بالراحة بقى عشان ما تلخبطش. سيارة ماشية على طريق مستقيم مسافة 90 كيلو متر مسافة بحيث تقطع تلت المسافة. بص اسمع، بص يو. خط مستقيم 90 كيلو متر، مشي تلت المسافة بس، يبقى كام؟ 30 كيلو متر. عرفت منين ان 90 تلتها 30؟ يا عم اضرب 90 في تلت على الاقل هتطلع معاك ب 30. ماشي. يبقى مشي التلت في 30 هو 30 كيلو متر بسرعه 25 كيلو متر كل ساعه، يبقى ماشي بسرعه 25 كيلو متر كل ساعه. ربنا يوصله بالسلامه. وباقي المسافه بسرعه 75 كيلو متر. باقي المسافه اللي هي كام بقى؟ اللي هي 60 كيلو متر. ماشيه بسرعه كام؟ 75 كيلو متر كل ساعه. ماشي. احسب السرعه المتوسطه التي يتحرك بها السياره. هتجيب ايه؟ السرعة المتوسطة يبقى المسافات الكلية على الأزمنة الكلية. يلا، المسافات الكلية بكام؟ 30 و60. 30 زائد 60 على الأزمنة الكلية. ما هتحسب بقى، يبقى ترجع بقى للقوانين بتاعتك تاني. السرعة تساوي المسافة على الزمن. عايز أحسب الزمن يساوي المسافة على السرعة. يبقى أنا هقسم المسافة على السرعة أجيب الزمن. بدي أغير اللون، هات اللون البرونج ده. هتقسم المسافة دي على السرعة دي، المسافة على السرعة. يلا احسب. 30 على 25 فيها 1.2. 1.2 ايه؟ ساعة. 60 كيلومتر على 75 أو 60 على 75 فيها 0.8 ايه؟ ساعة. يبقى 1 و2 زائد 8 يساوي ساعتين، بس نكتبها زي ما هي كده. 1.2 زائد 0.8. يبقى اكتب الكلام ده على الآلة. 30 زائد 60 على 1.2 زائد 0.8 يطلع معاك ب45. يبقى السرعة كلها 45 كيلو متر كل ساعة. أنا عمال أحسب بالكيلو متر كل ساعة من الصبح. تمام. يبقى ده لو عايز منك السرعة المتوسطة. أتمنى المسألة دي بأمانة بالامتحان كله أصلا. ماشي. في الشكل المقابل اذكر نوع التكاثر اللاجنسي في كل منهم. اهو حب يفتح نفسه بقى، قال لك تعالى نديك شويه حته سؤال صغنطوط كده على السول زيك. تعال راسم لك الاميب. ما نوع التكاثر اللاجنسي؟ الاميبا تتكاثر بالانشطار الثنائي. طيب تمام. دي مين دي اليوجينا تتكاثر بايه؟ دي تتكاثر بالتبرعم. طيب تمام. بعد كده يا مستر، متى يحدث كل مما يلي؟ حركة جسم تكون أبسط أنواع الحركة. إيه؟ استنى. إمتى تكون حركة جسم أبسط أنواع الحركة؟ هتقول له إمتى؟ عندما يسير في خط مستقيم. إن الحركة في خط مستقيم هي أبسط أنواع الحركة. انعكاس شعاع ضوئي بزاوية صفر. إمتى الانعكاس شعاع ضوئي بزاوية صفر؟ عندما تكون زاوية السقوط تساوي صفر. أول ما تبقى زاوية السقوط تساوي صفر أهو، السقوط تساوي صفر، يبقى الانعكاس زي تساوي صفر. اتخاذ مجرة ضرب تبان شكل الكرسي. امتى مجرة ضرب تبان تاخد شكل الكرسي بتاعها؟ لما تبعد بعد الانفجار العظيم اهو. بعد الانفجار العظيم. هتقف هنا بقى لحظة بقى كده عشان انا بدي اسألك، بعد الانفجار العظيم بكام سنة؟
جدع، 5000 سنة. يبقى بعد الانفجار العظيم ب5000 سنة. ولا لو جبت الرقم غلط يبقى معرفكش، مش ابني ولا ابني ولا اعرفك. 5000 مليون سنة. ماشي. في الشكل المقابل احسب العجلة التي يتحرك بها الجسم. دي السرعة اللي في البداية، يبقى اكتب هنا السرعة الابتدائية. ودي السرعة اللي في النهاية، اكتب هنا السرعة النهائية. وده الزمن الأولاني، اكتب هنا الزمن الأولاني. وهذا الزمن الثاني، اكتب هنا الزمن الثاني. عايز ايه؟ عايز العجلة. العجلة تساوي عين 2 ناقص عين 1 على زال 2 ناقص زال 1 يساوي معاك كام؟ عين 2 بكام؟ ب6 ناقص 2 فيها ال4 على زال بكام؟ ب3 ناقص 1 فيها ال2 4 على ال2 فيها ال2 2 ايه؟ احنا بنحسب ايه؟ احنا بنحسب العجلة، يبقى 2 متر لكل ثانية تربيع. ماشي. في الشكل المقابل احسب مقدار المسافة التي يتحرك بها الجسم نحو المرآة لكي تتكون للجسم صورة حقيقية مقلوبة مساوية. بص رعب، قسم لنا تعويذة رعب، تمام، وفي الآخر الإجابة هبلة. انت عايز ايه؟ انا عايز اطلعها صورة مساوية. تطلعها صورة مساوية يبقى لازم توقفها عند مين؟ مركز التكور. يبقى لازم الجسم يتحرك الجزء ده. هو هنا الحتة بتاعت البقرة، نقطة البقرة بكام سنتيمتر؟ ب5 سنتيمتر. يبقى نقطة مركز التكور هنا بكام؟ ب10. يبقى 10 ودي كلها ب12، هي كده 10، تمام، وكلها ب12. تتحرك لجوه قد ايه؟ 2 اهو. دي كلها ب12 يا ولاد. وهنا لغايه هنا 10، لغايه مركز التكور ب10. يبقى تزق لجوه قد ايه؟ تزق لجوه قد ايه؟ هي مرازيه نعم. تزق لجوه قد ايه؟ تزق لجوه 2 متر. يسبق الانقسام الخلوي طور بيني. اشرح هذه العباره. ليه بيسبق طور بيني الانقسام الخلوي؟ ولا الطور البيني لما كنا بنقول اتصلنا بيها ونقول لها الحق كده، ابتدأت مهد واعمل لي شويه عمليات حيويه. فبدأت الاخت بتاعتنا تعمل مجموعه من العمليات الحيويه. زي مين؟ قلنا زي تكثف الشبكه الكروماتينيه. ليه؟ قال لك اصل هي كانت قرعه، فلما كانت قرعه عملت تكثف للشبكه الكروماتينيه عشان تستعد للانقسام. تاني حاجه عملت مضاعفه للماده الوراثيه. طيب تمام. يبقى المضاعفه للماده الوراثيه وتكثف الشبكه الكروماتينيه هما الاثنين دول يساعدوا في عمليات الانقسام. فلازمتهم ايه؟ هما التمهيد اللي يخص عمليات الانقسام. ماشي. يلا يا سيدي صوب. بيقول لي تتكون صورة مساوية للجسم على مسافة 10 سنتيمتر من مرآة مقعرة قطرها كام؟ ايه ده؟ تكون الصورة مساوية للجسم يبقى عند مركز تكور. مسافة 10 سنتيمتر على مرآة مقعرة يبقى القطر بتاعها بكام؟ مساوية، يبقى قصده يقول ان مركز التكور بتاعك ب10. حلو. فتتكونت على مسافة 10 سنتيمتر من مراية مقعرة، القطر بتاعها كله يكون بكام؟ أنا لسه محفظك يا كنت قايل لك إيه؟ احفظ. كنت قايل لك القطر كله لو كان ب40 يبقى مركز التكون اللي هو نصف القطر يكون ب20، يبقى البعد البؤري يكون ب10. أنا بقى بقول لك مركز التكور، ب10، يبقى القطر كله بكام؟ يبقى القطر كله الضعف 20، يبقى دي 20. ماشي. تعالى ننظف هنا الحته دي عشان نبدا نكتب على نظافه. يلا يا ابني. بيقول لك الجدول المقابل اكمل البيانات، بس قال لك حته صايعه هنا. قال لك عندما يتحرك بسرعه منتظمه. معنى لما يقول لك سرعه منتظمه يعني هيد السرعه تساوي هيد السرعه، يعني اللي فوق ب100 واللي تحت ب100 عشان السرعه مالها منتظمه. تكنولوجيا. اللي فوق ب100 واللي تحت بكام؟ ب100. ماشي. عايز احسب الزمن، هقول له كده السرعه تساوي المسافه على الزمن. حلو. عايز ايه؟ عايز الزمن لوحده يساوي المسافة على السرعة. المسافة فين؟ اهي. والسرعة فين؟ اهي. 100 على 100 فيها 1 ثانية. ماشي. تعالى هنا عايز احسب المسافة تساوي السرعة في الزمن. نص في 100 تساوي 50 متر. ماشي. بعد كده بيقول لك سيارة نسبية سرعتها كذا، احسب السرعة الفيزيائية لحالة مركب يتحرك في نفس الاتجاه. عارفين العيال قالوا ايه؟ بأمانة كده العيال في الامتحان قالوا انها تتحرك في نفس الاتجاه، هما الاتنين ماشيين مع بعض يبقى يطرحوا من بعض، فهطرح 80 ناقص 30 صفر. ما فيهاش نقاش. عارف ليه؟
عشان انت ما قريتش بتأني. وما يغركش القعده في البيت، انت وقاعد بتتفرج في البيت غير القعده في لجنه الامتحان، الموضوع بيفرق. انت ما قريتش كويس انه بيقول لك احسب السرعه الايه الفعليه، لا ده كده الكلام مختلف، معلش. احسب السرعه الفعليه يبقى انت كده بتتكلم من اول وجديد. جسمين ماشيين في نفس الاتجاه، يبقى السرعه النسبيه القانون بتاعي تساوي السرعه الفعليه ناقص سرعه المراقب. ماشي. انا بقول لك النسبيه ب 80، حلو، وبقول لك احسب الفعليه، حلو، ناقص المراقب بكام؟ ب 30. يبقى اودي ال 80 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 80 زائد 30. الاصفار دي مش جايه معايا سكه خالص. 80 زائد كام؟ 30 فيها 110. 110 إيه كيلو متر كل ساعه، ما هو كله بالكيلومتر كل ساعه. ماذا يحدث اذا ازيلت النواه؟ النواه هي المين كنترول سنتر. عارف يعني ايه المين كنترول سنتر؟ يعني مركز التحكم الرئيسي. يبقى لما يجي يسالك ازلت النواه لا يحدث انقسام، لا يحدث انقسام خلوي وعدم مضاعفة المادة الوراثية. مش هيحدث انقسام خلوي ولا عدم مضاعفة للمادة الايه؟ الوراثية. كده يا معلم احنا خلصنا الجزء ده. جود باي.